السلام عليكم يا أغلى متابعين، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم الأخوات غنشارك معكم حليوة لشرب الشاي ولا دواز أتاي اللي كيجي رائع ما شاء الله. كتجي هكا ما بين القرمشة وما بين الهشاشة، كتجي شي حاجة اللي هي زوينة سهلة اقتصادية وسريعة في التحضير، وكتخرج لي واحد الكمية اللي هي زوينة ما شاء الله. نتمنى يعجبكم لا فيديو، وما تنسونيش الأخوات من لايك ديالكم والاشتراكات ديالكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم بزاف بزاف، نتمنى يعجبكم لا فيديو الاخوات. وبسم الله على بركه الله نبدا معكم لا فيديو ديالي. غادي نحتاج هنا 250 غرام ديال الزبده، ربعه ديال الزبده. غادي نخدم الاخوات بالهشوار حيت الزبده مخرجتش من قبل من الثلاجه. هكا الهشوار دغيا دغيا كتسهل علينا زعما هكا المأموريه. نديرها بحال هكا في الهشوار، وغادي نزيد كاس ونص ديال السكر. والحلاوه الاخوات كتبقى على حسب الذوق، صراحه ما كتجيش حلوه، وانما نتوما ديروا داكشي اللي كتبغيو، يعني حليو ولا نقصوا من الحلاوه. غنزيد كاس ديال الزيت وغادي نطحن مزيان مزيان. نتوما الاخوات دغيا كتطحن، ما كيجيوناش فيهم داك الحبيبات، وكنبقاو هكا نعلكو بيدينا، ما كتبغاش ديك الزبده هكا تذوب. من بعد غادي نزيد 4 ديال البيضات الاخوات كاملين، صغار ولا كبار ماشي مشكل، المهم 4 ديال البيضات ولا 3 الا كانوا كبار. وغادي نكاه بالفلو كراميل، يعني هذه عندي الساشيه، داك الساشيه اللي فيها السكر كبيره، غادي ندير غير النص ديالها، ما نديرهاش كامله الاخوات. هانتوما كتشوفوا ما غاديش نديرها كامله، كيجيب المذاق ديال الكراميل فيها زوين وصافي. وغادي نطحن مزيان عاوتاني. هانتوما الاخوات دغيا دغيا كيتطحن لينا في الهاشوار، كتجينا هكا زوينه ما شاء الله. هاد الحليوه كتجي هكا سهله اقتصاديه كما كتشوفوا. هنا الاخوات غادي نزيد ليها شويه ديال اللوز، واحد الكاس ديال اللوز. بغيتو ديروا الكاوكاو حتى هو كيجي زوين، غير هو يكون محمر واحد شويه، يعني ماشي خضر. حتى اللوز راه عندي محمر واحد شويه، يعني ماشي خضر. صافي 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات. ندير معكم هكا الدقيق شويه بشويه حتى كنجمعوا الحليوه ديالنا. ديما الحلوه الاخوات ما خصهاش تكون قاصحه باش كتجينا هكا هشيشه وما تجيناش عاوتاني قاصحه بزاف. صافي كنبقى نجمع هكا الدقيق. نتوما الاخوات القوام كيفاش، ما كنقصحوش العجينه وما كنخليوهاش عاوتاني طريه بزاف. صافي هذا هو القوام الاخوات. غادي نبدا ندير كويرات باش غادي نطبعها. نتوما ديروا اي طابع بغيتو، انا غير فضلت هذا الطابع وصافي. نتوما اي طابع عندكم طبعوا به الحليوه ديالكم. هاد الحليوه هادي كتجي لشرب الشاي زوينه بزاف، ولا مع كويس ديال القهوه كتجي رائعه ما شاء الله، وسهله كما كتشوفوا. دغيا دغيا كتوجد معانا، كتخرجنا واحد الكميه اللي هي زوينه بزاف، يعني كتخرجنا كميه معقوله. صافي كنبقى ندير هاد القياس الاخوات، وإلا جاتني هكا الحليوه ديالي كبيره كنقص منها كما كتشوفوا، راه ما كنعبر ما والو، كندير عينيه ميزاني وصافي. الكبيبره شويه باش كتجي حتى ملي كطبعوها كتجي هكا زوينه. واخا فيها الخميره الاخوات ما تخافوش منها، راه ما كتسيح لينا في اللاطه لا والو، كتجي هي هذيك. كتجي زوينه ما شاء الله، غير جربوها الاخوات وغادي تعجبكم ان شاء الله يا ربي. صافي هنايا عندي واحد الصفيحه اللي كتدخل الفران، لاطه اللي كتدخل الفران، فرش ليها كغط ديال الزبده. صافي وغادي نستفهم فيها، وعاد غادي نطبعهم ان شاء الله يا ربي. هانتوما الاخوات ساهله. هانتوما الاخوات حتى كنحطها عاد كنبقى نطبع باش كتقاد ليا من التحت. لا بدا ما تحطوها في اللاطه عاد تطبعوها، ما تطبعوهاش في يديكم باش ما تجيكمش هكا عوجه ولا تجيكم غليظه بزاف. حطوها باش ملي كنوركو عليها في اللاطه كتقاد لينا من التحت.
صافي الطابع ديالكم ديروا فيه شويه ديال الدقيق باش ما كيلصقش لكم. هي الصراحه دغيا كتحيد، غير ديروا فيه شويه ديال الدقيق. انا فضلت هذا الطابع هذا. وانتم هكا رشموا الحليوه ديالكم باي طابع عندكم، اي طابع بغيتو زعما. واخا كتلصق لينا واحد شويه، ولكن غير بشويه بشويه كتحيد، يعني ماشي شي حاجه اللي غادي تعذبنا. نديروا شويه ديال الدقيق، كنوركوا عليها في اللاطه باش كتقاد لينا من التحت. هانتوما الاخوات راه دغيا كتحيد، ها ما كتعوج لينا ما والو، وكتبقى في الفورمه ديالها، ما كتعوجش لينا في الفران، كتجي زوينه ما شاء الله. انا غنكمل على هذه الطريقه الاخوات حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ونطيبهم ان شاء الله يا ربي. غادي تشوفوا كيفاش غتجينا الحليوه ديالنا ان شاء الله. راه ما كتلصق ما والو الاخوات، هانتوما كتشوفوا. لابد من طبعوها في اللاطه باش كتقاد لينا من التحت، باش ما كتجيش لينا هكا غليظه بزاف. وهذا الحجم هذا راه كيجي زوين ما شاء الله، ما كتجيناش غليظه الحلوه ديالنا، وما كتجيش عاوتاني رقيقه حيت مطبوعه بالطابع، خاصها تجي هكا شويه. اللي كملتها الاخوات كامله دخلتها للفران اللي كان سخون واحد شويه من قبل، كنحطوها في الرف الفوقاني، ومن بعد عاد كنتا كطيب نقصوا الفران ونخليوها طيب على خاطرها، وعاد كنهبطوها لتحت غير يذهب ليها الوجه ديالها من الفوق شويه ونخرجوها. وهذه هي النتيجه الاخوات. كتجينا الحليوه ديالنا هكا مذهبه وكتجي رائعه ما شاء الله، كتجي هكا زوينه، كتجي طايبه. صافي خليتها حتى بردات صراحه، راه ماشي سخونه وانا كندير لها سكر كلاصي. حيدتها وحطيتها حتى حيدت لاطه الاخرى، حيت الكميه جاتني 2 لاطات، كتعطي واحد الكميه اللي هي زوينه. كتشوفوا الحليوه راه كبيب، راه ماشي صغيره. الا بغيتو تخرج لكم كميه اكثر من اللي خرجت لي انايا، ديروا هكا الحليوه صغار من هذه وطبعوها شي طابع اللي يكون صغار من هذه. هذا طابع كبير، بغيت ندير هكا حليوه هكا كبيبره شويه. صافي وكنزينها بسكر كلاصي حتى بردت، عاد درت لها شويه ديال السكر كلاصي. تزيين الاخوات كيبقى على حسب الذوق، نتوما زينوها اللي بغيتو ديروا هكا في شويه ديال الشكلاط هكا في الوسط، بغيتو اي حاجه بغيتو ديريها من الفوق ديروها. المهم كتجي رائعه ما شاء الله، وكتجي هكا بنينه. كويس ديال اتاي ولا كويس ديال القهوه راه كتجي رائعه ما شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم الاخوات ما تنساونيش من لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا لكم بزاف بزاف. ها هي الكميه الاخوات اللي خرجت ليا، خرجت واحد الكميه اللي هي زوينه وجات بنينه ما شاء الله، وكتجي هكا ما بين القرمشه وما بين الهشاشه، يعني هشيشه وفي نفس الوقت مقرمشه. كتجي زوينه ما شاء الله مع داك المذاق ديال الكراميل والمذاق ديال اللوز. كتجي واحد البنه فيها ما نعاودش لكم الاخوات، جربوها باش تعرفوني علاش كنهضر. وهذا الطابع كيجي هكا باين، واخا فيها 2 خمارات، ولكن الصراحه كيبقى داك الطابع هكا الرشمه كتبقى كما كديرها كما كتبقى. هشيشه الاخوات كما قلت لكم، جات مقرمشه من الفوق ولكن هشيشه ما شاء الله. كنوريكم كيفاش كتجي عن قرب، كتجي رائعه ما شاء الله، كتبقى هكا الرشمه باينه. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.